في يوم 4 نوفمبر سنة 2010 في مدينة ويست ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، الجار اتصل بالشرطة بعد ما شم ريحة غريبة طالعة من بيت عيلة هادية اسمهم ليزلي. الشرطة دخلت البيت وكان المشهد كأنه من فيلم رعب حقيقي. الأب والأم وطفلين صغار اتلقوا مقتولين بطريقة بشعة جدا. ما فيش أي علامات سرقة أو كسر في الباب، كان القاتل دخل عادي. وكان معروف للعيلة. الغريب إن الكلاب ما كانتش بتهاجم وكأنها متعودة على اللي دخل البيت. التحقيقات استمرت شهور، لكن كل الأدلة كانت بتضيع. الكاميرات ما صورتش حاجة واضحة والجيران ما سمعوش صوت. وفي النهاية الشرطة لقت بصمة واحدة على كوب مية في المطبخ، لكن المفاجأة إنها كانت نص بصمة ولا تنتمي لأي شخص في قاعدة البيانات. ومن وقتها والبيت اتقفل، وكل اللي قرب منه بيحكي إنه بيسمع أصوات بالليل زي خطوات وأبواب بتتقفل لوحدها، والناس في الحي بيقولوا إن روح العيلة لسه هناك مستنية. تعرف مين اللي عمل كده؟